أغبى طرق ماتوا بها الناس الجزء 19. لوتشيانو من مدينة الباتو براتكو في دولة البرازيل، بعد ما خلص شغله اجى على بيته طب راسه على سريره ونام. أثناء نومه بيتعرض للدغة قوية من العنكبوت، وتحديدا منطقة الرجل، بكب كل سمومه اللي في داخله إلى داخل هيدا الشخص. فتاني يوم لما بفيق من النوم بيلاقي انه في ورمة كبيرة تحت قدمه، فاستهان بهي الورمة انه هي الورمة يوم يومين وتختفي. بالعكس هي الورمة كانت عم تكبر يوم عن يوم، والتشيانو كان عم يستهين فيها، حتى اهله كانوا يقولوا انه روح على مستشفى بركي انه هي الورمة خطيرة. ما كان عم يرد على اهله، بالعكس كان عم يضحك ويستهين بهي الحبة. بعدها ب5 ايام او 6 ايام فجأة بيوقع على الارض، ما بيقدر يمشي نهائيا. لما اهل لوتشيانو بيودوه على مستشفى بعدها بكم دقائق بيتوفى، لانه انتشر سموم العنكبوت بكل انحاء جسمه. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي